صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ صحتكم بخير؟ كيدينا المهمات الغاليات على قلبي، تتوما لاباس. تحيه الناس، تحيه خاصه للجاليه المغربيه من داخل الوطن ومن خارج الوطن. تحيه لكم خاصه وبوسه لكم كبيره من القلب. هذا ما كاين اللي كيتبعني من داخل الوطن ومن انحاء جميع العالم، تحيه لكم خاصه وبوسه لكم كبيره من القلب. المهم غنشارك معكم، غندير معكم واحد الفيديو روتيني صباحي البنات. غنخمم البيت نعاس، ما نكذبش عليكم، راه 3 ايام ومريض ليا مول الدار تاني. ما بقيتش باغا نشارك معكم الامراض وهذه، كنقول ما كاين لاش، ولكن دوز عليا واحد 3 ايام، ولكن الحمد لله الحمد لله. مشكله داز منه وعاودو تاني هذا الريح، والحمد لله. المؤمن مصاب، المؤمن كيتفكروا الله. ايوا دابا وقلت لي غا حاول تنوض. دابا بغيت نسوس داك الناموسيه، عرفتي حالتها وضروري خاصها الناموسيه تشوف الشمس. والمانطه صبنتها ليه، غير سمحوا لي ما شاركش معكم، صبنتها البارح في الليل وطلعتها للسطح. ايوا المانطه اللي كيتغطى فيها، حيت درت ليه العرقه ودرت ليه داك المخينزه وداك الشيء وعرق، وحيدت ليه هذيك المانطه صبنتها وحيدت ليه الحوايج اللي كان لابسهم. ايوا دابا غنخرج الناموسيه وغنشمشها حتى هي وغنجفف تحت منها. المهم غنشارك معكم روتيني خفيف ظريف، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هذا الفيديو يكون في المستوى. ويلا ما تشوفين وقبلوا عليا على الفيديوهات ديالي. أم عليكم وبوسه لكم من القلب. هانتوما البنات، خرجت الناموسيه ديالي تشمش، حيدت ليها هذه حيت كتكون لاصقه فيها السنسله، حيدتها. ايوا نشرت المينطات وديك المخيطات تاع من الشمس. المهم البنات، خرج كلشي لاباس السدادر، خرجهم يتمشوا على برا، وقال لي الجوج ديالي مني صح، قال لي غير نقلبها لك غنشوفوا القليب ديالو. المهم قولوا لي رايكم، واش نخليها هنا ولا ندير. المهم غادي يقلبها وغتشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها انتم البنات باش تعرفوني، ها انتم مسكين شرا هاد السيرو وخرج لي هذا ديال التشنجات، والله الا شد واحد راسو، ولكن الحمد لله مؤمن مصاب. الحمد لله، الله يجعل مغفرة الذنوب. هاد الريحه داز على الناس كاملين البنات. ايوا المهم انا غنحك البيت، غنسيقو وهانتوما معايا. ايوا البنات، نهار جديد وصباح جديد، ودابا كنمونطي لكم في هذا الفيديو باش نلوحو لكم. راه درت الفيديو البارح ودابا كنمونطي فيه باش يتلاح. واخا البنات انا مريضه، ما نكذبش عليكم، شدني شي حم، وش غنقول لك، لا اله الا الله. الله يجيب الشفاء الجميع والله يشافيني يا ربي. ودعواتكم المغاربه ودعواتكم المتبعين ديالي غزالين. 40 دعوين عفوا 40 دعوه مستجابه عند الله سبحانه وتعالى. بغيتكم تدعوا معايا بالشفاء باش نوض لوليداتي. راه كنمرض، لا مرضت انايا، كنمرض مرضي خايب الصراحه، قالوا الله غير فاق ملطار طحت انايا، ولكن الحمد لله. المؤمن اللي كيبتليه الله واللي كيصيب الله بالمرض واي حاجه. المهم البنات، انا جيت هنايا كنسيق في هذا البيت. قلت لكم هذا البيت مني مرض ملطار، ما خلاني نسوسو، ما خلاني ندير حتى شي حاجه فيه. راك عارفين مني كان هو مريض، وديما كانت هذا كنقول لي نوض خليني غنجمع البيت، كيقول لك لا، ولكن انت صح الحمد لله. انا بغيتو غير بالصحيحه ديالو، كل شيء تجمع وكل شيء طرف وكل شيء تسيق باذن الله، حتى شي حاجه ما غتبقى. ايوا المهم البنات، استغليت فرصه مني حل عويناتو اليوم، والحمد لله ولا شويه الحمد لله. ايوا قلت ليه عافاك بغيت نسوس البيت نعاس. ايوا دابا خرجت ناموسيه كيف شفتوا، خرجت الناموسيه تشمشات وخرجت سديدرات وخرج كل شيء. دابا بغينا نحولوا الناموسيه البنات، ما جاتنا في حتى شي قنص. عرفتي من قبيله وحنا كنحاولوا فيها والو، خفنا غير تفصل لينا، وانتم راك عارفين الناموسيه على قد الحال.
الله يجيب غير الرزق ونشريو ناموسيه ان شاء الله، ونشريو كلشي اللي بغات الخاطر ديالنا. المهم تكون عندنا غير الصحيحه وراحه البال. ايوا البنات الخوت ما جاتني في حتى شي بلاصه، عقبتها في بلاصتها كما كانت عقبناها، وقبيله وانا كنتعاقر معاه والو. ايوا عقبنا داكشي اللي كان، وعقب داكشي كلشي بلايصتو. ما كرهش نبدلها. كيكون شي تغيير، ملي كتغير غير شي حاجه كتحسي براسك راه شي حاجه تغيرت في بيتنا، فهمتوا البنات؟ كتحسوا بشي حاجه تغيرات، ولكن ما كتبش ما حولناها عينا مع راكم عارفين مع البيت الصغير. حتى قلت ما جات فيه غير هاد البلاصه، خليناها في هاد البلاصه. ايوا دابا عقبت كلشي وكنجي نوريكم البيت مرون. شوفوا البنات، شوفوا المتتبعين، راه لخطات الام ما كاين بحالها، لخطات الام وحق الله العظيم. جيت البنات هنايا بيت نعاس من بعد ما جمعته طرفته وقاديته، وريتكم الشكل النهائي ديالو. وداك البيت غنهز الميعنات وغنهز كلشي البنات، هزيتو ديتو الكوزينه وسير نجفف غنصبن هذيك الحصيره، حيت بغيت نحط داك الموكيط. قال لي مول الدار حطي سديدرات، هادشي اللي عندنا هو خصنا نحطوه، راك عارفين مع البرد وهادي. والوليدات بداو البيت مع مهزوز، بدا كيعطي القصه. ايوا قال لي نتوما عندنا حنا 2 سديدرات و 3 سديدرات تيهزاهم لينا، حطيهم لينا. ايوا خسرناش ليه، قلنا ليه واخا مريض عرفتي معموله فيا وما كنبينش الناس. كنقول له صح هو، وما ما كنبغيش نعس بهذا المرض. واخا هكاك راه مقاومه ونايضه كنشقى الصراحه، راه كنت هنا البنه راه مريضه ومقاومه ونايضه كنشقى. كيقولك ما تنعسيش بيه، قلنا ما نعسوش بيه، نحاولوا نوضوا نشقاو غير باش ما يشدش فينا هذا المرض. ايوا هنا البنات بغيت نصبن الحصيره. وفعلا غنصبنها، عاد غنفرش الموكيط وغنهودو سديدرات ان شاء الله. من بعد ما غنسيق هذا البيت، شوفوا الشكل النهائي فاش سيقته. حيد داك الميعنات. الوليدات راك عارف الوليدات ما غاديش يديروا لك بحال النفس ديالك، يعني ملي كيمرض شي واحد فينا كبار راه بنتي كتجمع غير الميعنات وهادي، ما كاينش بحال اللي غديري تيا وغتقادي راسك، فهمتوا البنات؟ ايوا من بعد ما شوفوا الشكل النهائي، عقلت في فيديو سابق كان جانيش فطايت بحكاك، وكل نهار كنحولوها البيت فضح. البيت عجبت فيه ها بيت وفضحت راسي بيه، كل ساعه نحول هنا نحول هنا. ايوا ماشي مشكل الناس، بنادم كيدير شي تغيير كتقولي راه شي حاجه درتها. ايوا هنايا نظفت البيت وحكيته بالتيلو جافير، راه كاين التيلو جافير خدام عندي هنايا، حكيته مزيان ومسحته. وقال لي مول الدار هودي سديدرات، قلت لي واخا بلي ما كرمت ليا الحصيره باش ندير ليهم الموكيط وندير الحصيره ونهود اختي نهود البنات داك السدادر. ايوا هذا ما كاين الخوت. ومن بعد ما جمعت البيت مول الدار مسكينه صاير يرد لينا في الغدا، ودار لنا واحد الطوايجين، ما نعاودش لكم واحد الطوايجين على مزينات والبنات، والله الا ما نعاودش لكم. قال لي نتوما كتشقاو ونبقى نتسنى فيكم حتى تكملوا. وبست ليه هنا ليديك لي الله يرضي عليك، معاوني الصراحه. قال كنتسنى فيكم تتشقاو، قال لك انا نرد لكم الغدا باش ميتساليو وتغداو. وفعلا داكشي اللي درنا، خلانا حنايا في الشقه وهو جا دخل الكوزينه. واخا هو بعدا يلاه اليوم حل عويناتو، راه كان شي 3 ايام و 4 ايام وما خدم ما والو، غير شاد الفراش، غير كنشربوا الدواء. كنشربوا الدواء البنات. كياكل وكي ما كيقدش كاع ياكل البنات، ما كيتبنن قالك والو وتيناس. ودابا من حل عويناتو ناض درنا الطوايجين، جا زوين ما نعاودش ليكم صراحه. ايوا درنا زويتينات. والله البنات كنمونط لكم هذا الفيديو وانايا عرفتي قراجطي والراس والسخانه، ما شكيت عليكم البنات. ما كنبغيش نشارك معاكم داكشي السلبي، كنبغي نشارك معكم الايجابي، وما كنبغيش نشارك معكم الامراض. كنقول لي ما كاينلاش المتتبعين الغزالين على قلبي، ما كاينلاش نشارك معكم هذا الشيء، ولكن الحمد لله ودعواتكم معايا بالشفاء ان شاء الله. المهم البنات جيت هنايا كنصبن في الحصيره في هذا الكونطوار، ما قديت البنات نطلع للسطح، وصبنتهم غير حدا الباب وكنصبن جهه بجهه تكملتهم. حكيت هاد الحصيره الصغيره شللتها حتى هي ونشرتها،
وجيت حتى هي سرحت الكبيره حتى هي كندير بجهه باش كنغلب عليه. ايوا من بعد ما حكيتهم البنات حكيتهم مزيان وشللتهم ونشرتهم غير حتى الباب دار ليا مولطر واحد الجراره نفعاتني حتى لما بغيت نطلع للسطح ما قديت كنشرهم غير حدا الباب. هنا جيت البنات كنحك بالتيدو جابيل حكيت كوزينه البنات لاله مولاتي اللي ما تتجمعش الكوزينه كتجمعش. ايوا هي هذيك حكيت تيدو جابيل البنات ودابا كنكرات ونشفتها مزيان. ايوا ونشفت المراه حتى هو وخرجت سيقه على الباب حيت درت الروينه دار خاصني نجمعها. ايوا كررت البنات حدا الباب وكررت الناس كنسيق في الباب حتى هو ونظفته ونشفته. ايوا جيت البنات كنتغداو من بعد ما سيقنا كنتغداو البنات اللهم اديم نعمه واحفظها من الزوال. من بعد ما تغدينا شو الطويجين كي جات الله يعطيه الصحه مولطه الله يخليه لينا يا ربي تخليك لينا يا ربي. من بعد ما كلينا هاد الطويجين جيت للموعنات البنات الموعنات اللي ما تيساليوش وما تيتقاداوش هما عندكم الماعن والصابون. ايوا جيت للموعنات البنات كنغسل فيهم موعنات ديال الغدا. ايوا غسلتهم مزيان. من بعد ما نغسل الموعنات غنوريكم واحد الوصفه اللي كاين اللي عندكم شي واحد مريض البنات باش تخافوا تعادوا في الدار وداك الشيء ديروا هاد الوصفه راه واعره البنات صراحه واعره ومزيان تبخروا بها لوليداتكم وتتوما الكبار تبخروا بها وتبخروا بها الدار ديالكم. هاد الوصفه البنات فيها الشيح والخزامه ومريوت وشويه القرنفل وطريفه ديال الحامض والكاليتوس. انا كنوريها لكم في هذا الابريق. هذا الابريق خاص بهاد الوصفات اللي كندير فرعتها كندير يومين كنبخر بها الدار وكنفرعها والغد لي نعاود ندير ثاني وصفه اخرى ندير هي نيت كنديرها. ايوا غسلت داك الابريق باش نعاود هذيك الوصفه. هنا جمعت الكوزينه البنات وريتكم الشكل النهائي من بعد ما جمعت المعانات ديال الغدا. كنجي البنات هنا مول الدار مسكين خلاني كنغسل في الماعن وجا كيحط البيت. هنا البنات كنلمط ليمطات هو اللي حط السديدرات الصراحه وانا كنلمط السديدرات حيت ما تعرفش يلمطهم غير حط ليا الزربيه وحط ليا السدادر وكنلمط. وجيت هنايا قلبت الليمطات درت لهم وجه الاخر حيت عندهم دو فاس وجه هاد الفاس جا حسن من الاول. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البيت من بعد ما حطيناه حسن. اما حسن محطوط ولا مهزوز والله البنات ملي كيتهز كيبان بارد وتاع على الوليدات كيجيهم بارد دائما يتحط بحال يدفى البيت وبحال يسخن ومن يتجمع. ايوا البنات الله يخليه ليا مسكين هو اللي قال لي حطي الوليدات باش يدفاو البيت باش يدفى ليهم البيت وباش ينعسوا مرتاحين. قلت ليه واخ. يوم بعد ما جمعناه وقاديناه وطرفناه وقادينا كلشي المسائل في بلاصتها جيت معكم الكوزينه باش نوريكم هذيك الوصفه ديال البرد. شتو البنات ها نتوما شوفوا الطلامط كيجيو عجبوني هاد الفاس عجبوني ملي قلبتهم. ايوا هذا هو البيت المتواضع البسيط. ايوا هذا ما كاين الله يجيب غير الرزق ونحيد داك السديدات القدام رائعه وعندي. هنا البنات جيت لك نوريكم هذاك الغلاي اللي قلت لك كندير معكم هذيك الوصفه فيه الشيح ناكد عليكم الشيح والخزامه اللي بغى يكتبها والشيح والخزامه ومريوت والقرنفل وطريفات ديال الحامض والكاليتوس البنات ومريوت. عرفتي هاد الوصفه بخروا بها الدار ديالكم راه ما نعاودش لكم كتحيد لكم الطاقه السلبيه وكتحيد لكم داك المرض والهم وكلشي. هنا البنات شريت مريوت خضراء ماذا بيا البنات ديروا 2 وريقات ديال المريوت تغسلوهم وديروهم في الماء طايب وتصفيوهم وتشربوهم كيحيد البرد العش ديال البرد كيحيدوا لكم من الستر ديالكم. هذا البنات هو كاليتوس شفتوا هذا هو كاليتوس. الدول الاخرى ما عرفتش شنو كيسميوه المهم هذا هو الكاليتوس كيكون في الاشجار. الا ما لقيتوش يجيب لكم من الاشجار خذوه من عند العطار راه درهم كفايه. الدرهم عطاني فيها بزاف انا راه درت شحال من مره وكندير في هذه الوصفه غير بغيت نشاركها معاكم. وهذا ما كاين درتها هنايا في هذيك الابريق البنات وغنكب عليها الماء من الصنبور وغنخليه في البوطه حتى كيغلى كيتجالب ليكم بحال اللي كطيبوا في اتاي كيتجالب ليكم
وعاد كتبخروا بها الدار، والدار تكون مسدود النوافذ ديالها كاملين. انا درت الحامض البنات، شوفوا الحامض كيكونوا النوافذ ديالها مسدودين، والدار تكون مسدوده وتكون الشراج مسدودين، باش داك النفس بداك البخار ديال هاد الوصفه يبقى يدور في الدار. حيت لك توك حاليا الشرجم غيخرج مع الهواء وماشي ما درتوه. المهم كنخليه يتبخ مزيان حتى يطلقوا ديك الفوائد ديالهم، وعاد كنجي نبخر الدار. صافي هذا ما كاين الخوت، كنجي نبخر الدار بهذيك الوصفه، والوليدات كاملين كيتبخروا بها، ونبخر البيت وبيت النعاس. المهم كنبخر الدار كامله. هنا البنات جيت بغيت نشارك معكم واحد الوصفه غنطبقها على الوجه ديالي ولا حالته. اليامات قابلت مول الدار كان مريض وهادي، ومبقيتش اعتنيت بالوجه ديالي وغالشقه وقابله مول الدار، يعني ما وجهي رخيت عليه ولا في تصبغات ولا حالته. وانا درتها انا بالعاني باش ندير هاد الوصفه باش تعطيني شي نتيجه مذهله. المهم البنات هاد الوصفه راه واعره، ما نقدرش نشكرها ليكم حتى تجربوها. واعره منها قماش ومنها ماسك نفس الوقت. واعره البنات وما كتخطانيش، وكنديرها يوميا. الا كان عندي بعض المرات البيض موجود يوميا، الا ما كانش عندي كندير مره لا مره هاد الوصفه فيها بيضه صفر بيضه، فيها قهوه وفيها فرماجه. قهوه بالنسبه للقهوه سريعه الذوبان بغيتو ديروها، ولا بغيتو ديروا قهوه مخلطه. قهوه مخلطه البنات، انا عندي قهوه معشبه مخلطه، هي اللي كنديرها في جميع الوصفات ديالي. ما كنديرش نسكافيه قهوه سريعه الذوبان، هذيك المخلطه كتكون واعره. المهم خلطت هاد الوصفه وخلطوها مزيان باش ديك الفرماج ما يبانش ليكم مزيان. المهم تخلطوها مزيان. قبل ما ندير هاد الوصفه كنغسل وجهي بهاد الغسول اليومي. هاد الغسول اليومي ما نقدرش نشكرو لكم حتى تجربوا. واعر واعر واعر. استعملت جميع الغسولات هما، ما لقيتش بحال هاد الغسول هذا. ما نقدرش نستغنى عليه، مكذبش عليكم البنات، ما نقدرش نستغنى عليه. وكيدي لكم الا كان غير الوجه ديالكم يعني نتوما بوحدكم يعني يدي لكم. هاد الغسول واعر البنات، جميع الغسولات استعملتهم ما لقيتش بحال هذا واعر. بالنسبه للوجه، وبالنسبه تغسلي فيه وجهك وكيبيض نفس الوقت، كتغسلي به وجهك ونفس الوقت كيبيض لك وجهك. وفيتامين سي سميتو غارني. وفي متناول الجميع، يعني رخيص، يعني قادين يعني تشريوه غير 40 درهم، راه رخيص ماشي شي حاجه. واللي على وجهك ما خسارش في وجهك. المهم قبل ما نطبق هاد الوصفه الوجه كيكون مغسول، كيكون نقي مزيان. انا غسلته بهاد الكارنيي، هاد الغسول غسلته مزيان. وعاد كنطبق هاد الوصفه، عاد طبقتها. عرفتي من نعاودش ليكم وجهي كي كان وكيولى. قسما بالله اقسم بالله العلي العظيم الى هاد الوصفه ما كنقدرش نستغنى عليها، وهي المعتمده عندي ومفضلها على جميع الماسكات اللي عندي. واعره واعره واعره. قهوه فرماجه راه كتلق القمش. اللي كان فيك شي قمشه في وجهك كتصفي لك الوجه. القهوه حتى هي مزيانه للبشره. بصفر بيضاء حتى هي مزيانه للبشره، حتى هي عندهم فوائد، 3 فيهم فوائد واعرين. المهم هاد الماسك كنطبقوا على الوجه ديالي، ما كنخليش البنات حتى كيكرم. غير تخليوه تيكرم راشي ما درتوه، ما تخليوش تيكرم ليكم غير شويه تحسوا به بدا ينشف ليكم، تبداو تقوموا الوجه ديالكم، تقومي وتحيد منكم هذيك الخلايا الميته، والوجه ديالكم يولي نقي واعر. ما نعاودش ليكم حتى تجربوا، غتحكموا على هذه الوصفه، غتحكموا عليها بنفسكم. هي هذيك البنات بعد ما طبقت على الوجه ديالي وها طبقت على يديا باش نوريكم. قبل ما تكرم ليكم البنات، قلت لكم قبل ما تكرم، حيت الا كرمت لكم ما غيبغيش تقوم عليكم الوجه ديالكم. قبل ما تكرم تقوموا الوجه ديالكم مزيان وتغسلوا عادي بالماء عادي. حيت يعني في الاول غسلته بغسول، في الثاني غسلوه بماء عادي صافي. وصدقوني الا هاد الوصفه غتعجبكم وغتنال رضاكم، وانا عارفه ومتيقنه انا اي حاجه كنشاركها معكم الا ومجربين من عندي. المهم غسلت يديا، شوفوا البنات ما خليتيش بزاف، شوفي غير غسلت يديا، غير درتها شي شويه ووريتكم. شوفوا كيفاش يديا كيفاش ولات واعره. هنا البنات
هذيك الاعشاب اللي شاركت معاكم. من بعد ما طبخوا مزيان دابا جيت كنبخر الدار كامله والشراجم مسدودين، كنبخر الدار باش ديك الريحه تبقى في المنزل ديالنا، يعني ما تخرجش في الهواء. شفتوا البنات، بخرت البيت نعاس وبخرت الوليدات، راه جيت وبخرت الوليدات بداك الدخان، وبخرت البيت الصاله، البيت اللي كينعسوا في الوليدات. هذا ما كاين الخوت. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش الا وصلتوا هنا البنات ما تنسونيش من اللايكات ودعموني والبارطاج باش تكبر لي القناه ديالي فضلا وليس امرا. عليكم، وتحيه خاصه لكم من داخل الوطن ومن من داخل المغرب وخارج المغرب، والجاليه المغربيه اللي عايشه في اوروبا ومن انحاء جميع العالم. عليكم وبيزو لكم خاصه، وكنبغيكم وكنتسطى عليكم. المهم هاد الماسك البنات كنجي نعاود لكم، هاد الماسك ما تستغناش عليه وجربوه، والله البنات صدقوني لا غتعطيكم نتيجه من اول استعمال قسما بالله. الى انا وجهي كان حالته وشحال ما بقيت اعتنيت به، ومني طبقتها عرفتي الوجه ديالي راه كنت كنبان لكم، راه غتحكموا بنفسكم، راه واعر عرفتي الوجه كيبقى بحال الاطفال. هذا ما كاين الخوت.